مرحبا بكم جميعا. اليوم سننطلق في رحلة عبر تاريخ الأزياء لاكتشاف واحدة من أكثر القطع التي صمدت عبر العصور أناقة وتأثيرا. إنه القفطان، معروف بأسماء هجائية مختلفة واعتنقته ثقافات لا حصر لها على مدار آلاف السنين. القفطان ليس مجرد قطعة قماش تلبس، بل هو رمز للمكانة والأناقة والتبادل الثقافي بين الحضارات الكبرى. يعتقد المؤرخون أن أصل القفطان يعود إلى بلاد ما بين النهرين، وتحديداً إلى الحضارات السومرية والأكادية التي نشأت بين نهري دجلة والفرات. كان القفطان يصمم على شكل رداء طويل فضفاض بأكمام واسعة، يرتدى من قبل العلماء والنبلاء والمحاربين، لما يجمعه من راحة وأناقة وهيبة. وقد استخدم القفطان أيضاً في الإمبراطورية الأشورية، حيث ظهرت نقوش لرجال يرتدون أردية شبيهة بالقفطان في الألواح الجدارية التي تعود إلى الألفية الأولى قبل الميلاد. تصميمه العملي وسهولة الحركة فيه جعله مناسباً للمناخ الجاف والحار، مما أدى إلى انتشاره عبر طرق التجارة القديمة مثل طريق الحرير. مع توسع الإمبراطورية الفارسية الساسانية، أصبح القفطان لباساً رسمياً للطبقات النبيلة، يحاك من الحرير الطبيعي ويزخرف بخيوط الذهب والفضة، وغالباً ما يطرز برموز زرادشتية أو نباتية. في العصر العباسي استخدم القفطان في البلاط كبذلة شرف، حيث يذكر المؤرخون أن الخلفاء كانوا يمنحون الطيلسان والقفطان كهدية للشخصيات البارزة. ثم جاء العصر العثماني، وفيه بلغ القفطان ذروة سلطته. ارتداه السلاطين العثمانيون في قصر طوبقابي، وتميزت القفاطين العثمانية بخاماتها الغنية مثل البروكار وزخارفها التي تميز كل منصب رسمي داخل الدولة. بل وجد نظام خاص لتوزيع القفاطين يعرف باسم هدية القفطان، يمنح فيه السلطان قفطانا مطرزا كعلامة على الامتنان أو الترقية. عندما دخل القفطان إلى شمال إفريقيا وخصوصا المغرب في القرن ال15، وجد بيئة خصبة ليزدهر بأسلوب مختلف تماما. أصبح يعبر عن هوية كل منطقة مغربية. في فاس تفنن الحرفيون في الطرز بالخيوط الذهبية، وظهرت الفتلة والمضمة. في تطوان تأثرت تصاميم القفطان بالذوق الأندلسي، ألوان فاتحة، ورود دقيقة، قصاة مائلة. في مراكش كانت البصمة الأمازيغية حاضرة، جرأة في الألوان ومزج بين البساطة والأناقة. ظهر أيضاً القفطان المخزني الذي كان يرتدى في البلاط الملكي بقماش البروكار والدمسق والجوهر، وكانت كل قطعة تحتاج شهوراً من العمل اليدوي. ومع الوقت تطور إلى التكشيطة، وهي النسخة ذات الطبقتين، الأولى تسمى التحتية والثانية الفوقية، وتزين بأحزمة فاخرة تعرف بالمضمة. القفطان هو الزي الذي يعلن بداية الاحتفال. كل عروس مغربية ترتديه بفخر، ليس لأنه فقط جميل، بل لأنه جزء من هويتها، من جذورها. يلبس القفطان في الأعراس، الخطوبة، حفلات الحناء، المناسبات الدينية، الأعياد، وأحيانا في الحياة اليومية عند النساء الكبيرات في السن. كل امرأة تملك قفطانا، وكل قفطان له حكاية. واليوم تسعى المملكة المغربية إلى تسجيل القفطان ضمن التراث الثقافي اللامادي لليونسكو، تأكيداً على قيمته التاريخية والهوياتية. لم تتوقف رحلة القفطان عند العالم الإسلامي، ففي بداية القرن العشرين بدأ مصممو الأزياء في أوروبا باكتشاف جمالية هذا الرداء. المصمم الفرنسي بول بواريه كان من أوائل من قدم القفطان كرمز للتحرر من الأزياء الضيقة. ثم جاء دور الأيقونات العالميات مثل إليزابيث تايلر وديانا فريلاند في ستينات وسبعينات القرن الماضي، ليجعلهن القفطان رمزاً للأنوثة والراحة والرقي. واليوم تعتمد بيوت أزياء عالمية مثل غوتشي، إترو وبوتشي على تصاميم مستوحاة من القفطان في عروضها الموسمية. اليوم القفطان المغربي خرج من حدود المغرب، وها هو يتألق على منصات الموضة العالمية، من باريس إلى ميلانو ومن دبي إلى نيويورك. أصبح القفطان قطعة راقية ترتديها نجمات مثل بيونسي، إيفانكا ترامب، ريهانا، وعارضات أزياء عالميات. وأصبح المغرب يحتضن تظاهرات كبرى مثل أسبوع القفطان، وقفطان المغرب أكبر عرض أزياء تقليدي في العالم العربي. لكن رغم هذه الحداثة حافظ القفطان على روحه، لم يفقد هويته ولا أصالته. لا تنسى الاشتراك في قناة معرفة وعلوم وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. دعمك يشجعنا لنقدم المزيد من المحتوى الممتع والمفيد.